السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي اسماء سليم. هنا هتلاقوا وصفات سهلة وسريعة وكمان اقتصادية. يلا نتابع الفيديو للاخر، ما تنسوش اللايك ولا الشير، ولو اول مرة تشوفوني في القناة فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل النهاردة كيكة الكريم كراميل اللي هما بيسموها كيكة قدرة قادر بطريقة سهلة وبسيطة، واسهل لك كل المقادير وكل التفاصيل كلها. اول حاجة هنبدأ ايه؟ هنعمل اول حاجة الكراميل. هنعمله ازاي؟ هنجيب كوباية الا ربع سكر، هنضيفها على النار، على نار عادي متوسطه. واول ما تحسي اللي هو بدا يتكرمل من الجناب هتروحي واخده كده لما الجناب على السكر، بس مش هتقلبي السكر لغايه ما تحسي اللي هو الكرمل كله وفك كله. هتروحي ضايفه عليه ربع كوبايه ميه، وتفضلي تقلبي بقى على طول. ايدك هتكون بالمعلقه على طول تقلب وتقلبيه لغايه ما تلاقي الكراميل فك خلاص في الميه خالص. الخطوه دي وتروحي موطيه النار خالص، تخليها زي شمعه كده. تفضلي تقلبي فيه كويس جدا لغايه ما تحسي اللي هو الكريم كراميل الكراميل فك خالص في الميه، وتحسي اللي هو خد القوام المظبوط اللي احنا هتشوفيه معايا دلوقتي. بس كده تفضلي تقلبي زي ما انت شايفه كده هو فك معايا خلاص. في جزء صغير برضو هتفضلي تقلبي فيه، تقلبيه كده كويس قوي لغايه ما تلاقيها دابت الكراميل داب في الميه. واول ما يغلي هتروحي طافيه عليه على طول. خلي بالك عشان لو سبتيه على النار كتير السكر بيتحرق بسرعة جدا، فهيدي طعم مرارة، فهيكون كده بوظت الوصفة كلها. زي ما انت شايفة كده كده تمام كده خلاص. جهز معايا، بس مستنيين بس اول ما ياخد غلوة. انا مرضتش اجري في الخطوة دي عشان خاطر بس تشوفيها بالظبط، عشان الكراميل مشكلته لو اتساب شوية على النار بيتحرق وبيمرر. بس كده خلاص كده هنطفي عليه. هنكون محضرين قالب. انا عندي هنا كان سيليكون، ممكن صينيه عاديه تيفال، صينيه الومنيوم اللي متاح عندك، بتنفع في كل حاجه. هنا بس السيليكون لازم اضيف عليها معلقه سمنه، عشان لما تيجي تحطي الكيكه بيلزق، الكيكه بتلزق في السيليكون، فلازم تحطي معلقه سمنه. هنا بقى الكريم كراميل اللي سهلناه مش هنعمله ببيض وكده خالص، لا احنا هنجيب، انا القالب عندي كان صغير فجبت باكت كريم كراميل اي شركه تعجبك. هتضيفي عليه كوبايه ونص لبن. هو المفروض تحط عليه كوبايتين لبن، لا احنا هنضيف كوبايه ونص لبن عشان يطلع معانا متماسك. القالب عندك كبير هتحطي باكيتين كريم كراميل، وهتحطي عليهم 3 كوبايات لبن، وتسيبهم لغايه اول ما يجوا يغلوا. هتروحي ضايفه عليهم مثلا عشان يعلي الريتش معاكي ويبقى طعمها حلو ودسم. هتحطي مثلا معلقه قشطه، مع معلقتين كريمه لباني المتاحه عندك، وتروحي طافيه على طول، وتروحي ضيفاه على الكراميل، وتروحي سايباه يبرد خالص. طبعا انا الخطوه دي عندي انا كنت افتكرت اللي هي اتصورت، انما الموبايل تقريبا هنج وما صورش خالص كيكه الشوكولاته. بس انا هقولك دلوقتي عملناها ازاي بكل التفاصيل. هنجيب اول عدد 2 بيض، هتضيفي عليهم نص كوبايه سكر وتضربيهم شويه بمضرب يدوي عادي، تضيفي عليهم نص كوبايه لبن، وبعد كده تروحي ضايفه عليهم نص كوبايه زيت، وطبعا مع اضافه الفانيليا، ومع رشة ملح صغيرة جدا، ومعلقة خل. كده الجزء السوائل كده خلص. هنيجي نجهز بقى ايه؟ الدقيق. هنضيف كوباية دقيق، عليهم معلقتين نشا كبار، هتحطي عليهم معلقتين 3 معالق كاكاو خام من غير سكر، وتروحي ضايفه عليهم معلقه بيكنج باودر، تقلبيهم كويس وتضيفيهم على البيض واللبن، وتروحي مقلباهم، وتكوني ضايفاهم على الكريم الكراميلي بعد ما يكون نشف كويس جدا. طب التسويه هنسويها ازاي؟ هتجيبي صينيه اكبر من القالب اللي انت مستخدماه، او اكبر من الصينيه، هتحطي فيها ميه مغليه، وتضيفي عليها عصره ليمونه بالقشر بتاعها، وهتحطي خل. ليه احنا عملنا كده؟ علشان خاطر الصينيه ما تسودش منك في الفرن، عشان احنا بنسويها في حمام ميه، وتحطيها في الفرن حوالي بالظبط ساعة الا 50 دقيقة. من أول ساعة الا ربع تفتحي عليه، عشان كل فرن حسب درجة الحرارة بتاعته. من أول ساعة الا ربع هتبدأي ايه؟ تفتحي عليها وتشوفيها بالخلة. لو لقيتيها لسه عايزة شوية كمان هتسيبيها، هتطلعيها من النار، هتسيبيها لمدة 5 ساعات، مش هتيجي ناحيتها خالص، وهتشيليها في التلاجة لتاني يوم الصبح. لو عملتيها بالليل خليها لتاني يوم الصبح. هتيجي تطلعيها عشان تقلبيها زي ما انت شفتيني انا قلبتها ازاي. هتحطيها بس في ميه سخنه لمده دقيقه بالظبط،
وبعد كده تقلبيه عشان خاطر الكريم كراميل يفك معاكي. وزي ما انت شايفه كده طالعه معايا متماسكه، الكريم كراميل متماسك وجميل وكان سهل، ولا احتاجنا بقى نعمل بيض ولا الكلام ده كله خالص، ومتماسكه في الكيكه، والكيكه طعمها تحفه. هي بس الخطوه اللي حصلت مني غلط ان فعلا الكيكه ما اتصورتش معايا، انا كنت فاكره ان هي اتصورت. بس كده يا حبايبي، وكده احنا وصلنا لاخر الفيديو، وهتاكليها هتعجبك جدا، هتاكليها ساقعه وهتبقى طعمها جميل وهتبقى سهله، واوعدك ان ولادك هيفضلوا يطلبوها منك على طول.